سلام البنات، جيسبر تكونوا لاباس. ما تقوليش مازال ما جربتوش هذا ديسير الورانج، يجي بزاف بنين. جربوا هذه التحليه البنات وعاودوا ديروها في شهر رمضان لانها تجي بزاف بنينه بثلاث طبقات، وكل طبقه بنتها خير من الاخرى. لعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم وعجبتكم القناه، ما تنساوش الدعم تاعكم بابوني وجام وبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. هذا هو القوام تاع التحليه تاعنا بعد ما بردت، جات بزاف بنينه البنات، معمره بالفيتامين سي. جربوها وعلى ضمانتي. نروح نشوفوا الوصفه والمقادير. بسم الله. هنا عندي 3 حبات، ما درتش كامل 3 حبات، راح نجيب حبه تاع تشينا نعصرها. يعني الكميه اللي درتها لهاد الوصفه 2 حبات من هاد الحجم، يعني كبار. علاش عصرت التشينا؟ راح نحتاج كاس ونص تاع تشينا لهاد الوصفه كامل. نتوما كي ديروا التشينا احسن واحسن، مادام راهو وقتها وماشي غاليه. خير ما تروحوا ديروا عطر البرتقال ولا ديروا فلون فاني. المهم تبعوا الوصفه. هنا كاسرونه راح ندير فيها 3 كيسان تاع حليب، ندير ملعقه كبيره تاع سكر عادي، وهاد الملعقه راهي ترفد الملعقه تاعكم اللي تاكلوا بها تاع الاكل. تسمى الكيل راح يكون كيف كيف. اللي ما تحبش الحلاوه بزاف تقدر تستغنى على السكر. انا هاد الملعقه راهي ترفد لي الملعقه اللي وريتها لكم. بعدها نجيب فلون طعم الفانيليا، راح نفرغه كامل. يعني هاد العلبه راح نديروها في 3 كيسان، ما يعادل 3 ملاعق كبيره من الفلون. ديروا غوفاني، وبعدها نضيف لهم 3 مغارف كبار تاع نشا. علاش درت 3 مغارف كبار تاع مايزينا؟ لاني راح ندير نص كاس تاع جو دورانج، ثم لازم نديروا الكميه اللازمه تاع المايزينا باش يجينا الخليط تاعنا ثقيل. هنا شوفوا راح ندير المايزينا بنفس الملعقه، نتوما ديروا 3 مغارف كبار. نخلط هاد المكونات جيدا، خاصه كي ديروا المايزينا لازم تخلطوا باش ما يهبط لكمش للاسفل ويبقى لكم محجر لتحت. هنا راح نديهم فوق النار حتى يغلي معايا الخليط، يعقد شويه. شوفوا نخليه يغلي الغليه الاولى الثانيه نحوه من النار. نجي نضيف له نص كاس تاع جو دورانج. تحبوا ديروا نص كاس ولا ربع، يعني يرجع لكم اختياري. شوفوا البنات، لا درتوا هاد النص كاس راح يعطي لكم واحد الجو ما شاء الله. المهم نخلطوا هاد لي زانغريديون مع بعضهم كامل. بعدها نجيب لي فيغين تاعي اللي راح ندير فيهم التحليه. شوفوا انا هنا درت الكيسان شويه كبار، نتوما حاولوا ديروا كيسان يكونوا شويه صغار. هنا درت عطر البرتقال قطره، ماشي بزاف، باش يعطيني هذاك اللون برك لورانج، يجيني اللون باهي للتحليه تاعي. نجيب الكيسان اللي ندير فيهم الديسير تاعي. حاولوا تجيبوا كيسان يكونوا شويه صغار، انا تاوعي هادو كبار على خاطر كاين اللي ما ياكلش بزاف، يعني خلي منها. من الافضل انكم ديروا كاس صغير. راح نفرغ هذا الخليط، ندير طبقه اولى. كي تخلطوا الجو تاع تشينا مع هذا الخليط ما راحش يتخثر لكم ولا يخسر لكم. راح نخليه شويه نحطوه في ريسيبيون باش بعدا نخدم به الكريمه اللي راح نديرها من الفوق، ونحطوها بجيه ونكمل نعمر الكيسان تاعي. لا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، ما تنسوش البنات تبارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائده. ونشكركم كامل على التعليقات تاعكم، وراح نحاول كامل نلبي لكم طلباتكم اللي خليتوها لي في التعليقات. نجيب بابي فيلم راح نحطه فوق هذه الطبقه، نحطها في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور. مهم لازم تبرد معاكم. نقشر حبتينا ونقطعها دي بتي مورسو كيما راكم تشوفوا. باش نجي نديرو الطبقه الثانيه. شوفوا تقدروا ديروا الطبقه الثانيه بكاس تاع ماء، انا درت كاس جو دورانج، احسن ما اني نديرها بالماء باش تكون معمره بالفيتامين سي. كيما راكم تشوفوا البنات درت كاس تاع جو دورانج، تقدروا ديروا كاس ماء وديروا في بلاصه العصير فلون. انا ما حبيتش ندير الفلون، درت ملعقه كبيره تاع سكر عادي ودرت ملعقه كبيره تاع مايزينا. نروح ندي هذا الخليط فوق النار غير يغلي معايا، نحيه من النار ونضيف له هذيك الحبه تاع تشينا اللي كنت قطعتها. وديروا شويه لاروم، ما تكتروش بزاف. نخلط ونجيب نحط هذيك التشينا تاعي ونروح نديرها كطبقه ثانيه حتى تبرد معايا شويه باش نجيو نديرو الكريمه اللي من فوق. لا كريم واش نحتاجو فيها؟ راح نحتاجو فيها بودر شونتي. نطلعوها مليح. دوك تشوفوا الطريقه البنات. المهم حتى نتدفى معاكم باش تقدروا ديروا الطبقه تاع لا كريم من الفوق. انا الحاجه اللي متاكده منها، على بالي راح تعجبكم هذه التحليه بزاف، درتها لكم بلمستي الخاصه. ان شاء الله باك تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. والناس اللي راهي صايمه نقولها تقبل الله صيامكم بمزيد من الاجر والثواب. هنا بعد ما نديرها الطبقه نديها للفريجيدر، نحطها تبرد معايا باش نجي ندير لا كريم. هنا نحتاج كاس الا ربع تاع بودر شونتي، نضيف لها ربع كاس تحليب يكون بارد مقلاصي، ونطلعها بالباتور جيدا حتى نتحصلوا على
على كريمه تكون القوام تاعها ثقيل. المهم نتوما الا درتو هاد الخطوه لازم تخلطوا جيدا بالباتور. كاين اخت سقساتني اسكو نقدر نطلعها بلا باتور، نقول لك لا اختي، في البيتخان بالك، المهم يكون فوي كاين. راح نجيب بوش ندير هاد لاكريم تاعي ونجي ندير الطبقه الاولى الاخيره عفوا. راح تحتاجوا لادوي، هذه هي اللي جايه تاع لي كاب كيك. شوفوا دوك نوريها لكم. راح ندير الطبقه الاخيره، ما تكتروش بزاف، انا درت غير شويه باش ما تقهمش. نتوما حبيتوا تكتروا يرجع لكم الاختيار. هذه هي وصفتنا اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. للتزيين تقدروا تزينوها كيما تحبوا. انا زينتها درت قطعه تاع تشينا. دوك تشوفوا الطريقه، تحبوا تخلوها هكا، تحبوا ديروا لها تشينا، تحبوا ديروا القشور تاع التشينا. هذه هي العادة اللي خدمت بها اللي خاصه بالكاب كيك، يعني يرجع لكم الاختيار. هذه هي وصفتنا اليوم غالياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتابونيو في القناه لمزيد من الوصفات. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.